السلام عليكم الإخوان والأخوات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة وفي أحوال طيبة بإذن الله. اليوم إن شاء الله نتلاقى معكم في واحد الكلاص. كلاص بطريقة سهلة وجد مبسطة جدا جدا جدا، غير مكلف. بثلاثة ديال المذاقات اللي بغينا نقولوا أو لا، ثلاثة ديال الأشكال. غير بنصف لتر ديال الحليب وساشيه ديال بودره شونتي، يعني بابسط الطرق. هنايا انتم كتشوفوا معايا الصوره، هنا راه كاين الحراره، يعني راه بمجرد تقريبا ما حطيتو في هذا الكؤوس داب، لان الحراره جد مرتفعه، يعني المكان اللي حنا فيه راه تفوق الحراره 40 درجه. بطريقه سهله ومبسطه، يعني درنا فيه ثلاثه بالفريز وبشوكولا وبكراميل. ان شاء الله نتمنى يعجبكم وتجربوه، تردوا عليا في التعاليق، ونتلاقاو في طريقة التحضير مباشرة بإذن الله. اليوم معكم في المقادير مباشرة، مقادير من أبسط ما يكون. عندنا نصف لتر ديال الحليب اللي كان بطبيعة الحال كنديروه في الفريغو أو في الكونجيلاتور حتى كيبدا يتكونجلا لينا من الجناب. هانتوما غتشوفوا كننزلوه كله في الاناء اللي غنطربوا فيه. انا كنفضل هذا، كناخذوا هذا المحتوى حتى هو ديال هاد الشونتي اللي حتى هو كان في الكونجيلاتور، غنخويه كله دفعه واحده. هنايا حنا غنصايبوا دابا يا كلاص، غنديروا نصف لتر ديال الحليب. ملي كنكونوا باغيين القشده نصايبوا مثلا تحليه اولا حلوه لاكريم ولا شي حاجه، كنديروا فقط كنكتفيو بكاسين من الحليب باش كتجينا القشده واقفه. انا استعملت هاد الشونتي، يمكن لكم تستعملوه بنكهه الفاني، بنكهه الشوكولا، باي نكهه نتوما بغيتو. دابا انا غنقرب حتى غطلع ليا القشده ونرجع معكم باذن الله. هانتوما هنايا يعني تقريبا ما كاملاش 5 دقائق انا كنقرب. ما كنعرفوا فاش كنبغيو نطلعوا القشده ديال الكلاص، راه ما كنطلعوهاش مزيان حتى كتبقى شيئا ما خفيفه باش كيجينا الكلاص، باش كيجينا املس وكيجينا رطب وكيجينا زوين. دابا انا غنحبس هنايا وغنقسم هاد القشده، غنقسمها على 3 باش تعطينا 3 ديال النكهات ان شاء الله. انا غنحبس ونعاود نرجع معاكم. ورجعت معكم من بعد ما طربت اولا طلعت هذيك القشده. يعني يمكن لكم تكتفيوا باغي بحال هكايا وتضيفوا لها مثلا غير شي بسكوي من الاختيار ديالكم بسكوي مثلا بنكهه ديال الشوكولا اولا بسكوي طبيعي، وديروها تدخلوها الكونجيلاتور، راه غتولي عندكم كلاص جاهز. انا هنا هي قسمتها على 3، تبارك الله خرجت لي كميه لا باس بها. ومن الاحسن كنصحكم ونصح نفسي انكم تطلعوا هاد القشده بالباطور. علاش؟ ملي كتطلعوها بالباطور كتعطي كميه اكثر، يعني كتجي مهويه مزيان. حنا هاد هاد الكلاص هذا ان شاء الله غنخرجوا منه 3 ديال النكهات. عندي النكهه الاولى غنضيف لهاد الكميه هذه، غنضيف ليها دانيت كراميل مع فلون كراميل. المذاق الثاني اولا الذوق الثاني غنضيف ليه دانيت شوكولا مع فلون شوكولا. والثالث غنضيف ليه، انا خديتها ضريبي علاش باش تعطيني اللون اكثر وتعزز لي اللون، وبطبيعه الحال غنضيف ليه فلون حتى هو ديال الفريز. غندير هادو ب3، غنخوي هاد المحتويات اللي عندي هنا في كل علبه وغنرجع معكم باذن الله. هنايا ضفت دانيت شوكولا مع فلون درت دانيت كراميل، عفوا دانيت كراميل مع فلون كراميل. الفلون انا اللي ضايفه فيهم 3 راه غير فلون ديال درهمونس، يعني العادي. اللي بغى يدير الفلون الاخر اللي بالسكر يديرو. انا درت الفلون هذا اللي بدون سكر وما ضفتش السكر نهائيا، غنكتفي بالحلاوه اللي كاينه في دانيت والحلاوه اللي كاينه في القشده. هنا ضفت دانيت شوكولا مع فلون شوكولا، وهنا ضفت هذاك ريبي اللي بالفريز وضفت عليه فلون بالفريز. دابا غنطرب كل واحد على حده في المونيت، غير هو بشويه بشويه باش غنطربو نيت. عرفتوا اسهل كلاص يمكن لكم تطربوه هو هذا، كيعطي كميه كثيره.
هنا فاش غنبغيو نطربوه غير على ماشي درجه مرتفعه شويه باش يقرب لينا الفرن. هانتوما ندورو على الحواس وعلى الحاشيه كنخلطو مزيان هذاك الخليط اللي عندنا، وبلا ما غنغسل هذوك الباطو بلا ما غنغسلوه، يعني غنبدا بالاول هانتوما. هذا اللون هذا كراميل هانتوما، ها هو هانتوما راه طرب مزيان. دابا غندوز نخلي هذا هنا وغندوز لهذا ديال الفريز. ها هو كيف قلت لكم بلا ما نغسل الطراب هذا الشيء. عفوا على الازعاج صدقوني هذا جربوه، يعني رخيص بلاصه رخيص غير مكلف. انا رأيت شاده به وإيد صافي. هنا نكمل باش لان ما غنعاودش نرجع شويه لاصق ليا في البلاصه صافي. هنا هانتوما تشوفوا حتى هو خدا اللون، يعني داك اللون الغوز الوردي. دابا هنا غندوز لهذا، حيد هذه بحال هكا. انا دابا هنا غنضرب هذا وهذا هاد ديال الشوكولا. انا عندي واحد شويه ديال اوريو لقيتو عندي، غنضيفو فرتتو ها هو هنايا وغنضيفو ليه. حتى الاخرين يمكن لكم تضيفوا لهم بسكويت الا نتوما بغيتو. يعني اسهل كلاص على الاطلاق غير مكلف. بحال هادو تعطيو لبنياتكم المبتدئات كيبغيو يصايبوا بحال هاد الحويجات، يبداو بهم يدخلوا للكوزينه يتعلموا. كتعرفوا البنيات ما كيبغيوش يدخلوا للمطبخ وداكشي، ولكن الا عطيتهم بحال هادشي كيبغيو يدخلوا. انا غنكمل هادشي ونرجع معكم باذن الله. هنايا كملتهم في التطراب. هانتوما الكميه اللي عطاتني تبارك الله البواطات راه واخا راه كبارين. هانتوما هما عطاتني 3 الكميات ب3 النكهات، ويمكن لكم حتى الا كانوا العدد قليل يمكن لكم ديروا حتى تمشيو حتى ل4 النكهات. غير هي طلعوا القشده بالباطوغ ديال الضو، ماشي بالباطوغ اليدوي، بالقشده بالباطوغ ديال الضو باش كتعطيكم كميه اكثر لانها كتنتفخ وكتهوى مزيان. صافي انا غنغطي كل وحده على حده. هاد البلاستيكات بصراحه عمليين. علاش عمليين؟ ما كيخليوش لك هاد الكلاص يشم الريحه اللي كتكون عندك في الكونجيلاتور، كيبقى محافظ على المذاق ديالو وعلى الطعم ديالو. صافي دابا انا غنخليه في الكونجيلاتور لمده على الاقل 6 سوايع. انا صايبته دابا تقريبا هذه شي 12. في الغالب ما غيخليوش يبات يصبح. اذا في الغالب ما ديك 12 الليل، لا كتعرفوا الصيف دابا راه بنادم سهران، في الغالب في 12 الليل غيتسكر. ان شاء الله نتلاقاو في الشكل النهائي ديال الكلاص. الشكل النهائي ديال الكلاص من بعد ما تكونجلاو بيتهم ليله كامله. هانتوما كتشوفوا يعني هذا ديال الكراميل، هذا ديال الفريز، وهذا ديال الشوكولا. نتلاقاو ان شاء الله في التتمه اولا في نهايه الوصفه.